هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلما أم أكملا. فاستمرا لأنها الحياة تترترى. فاستمرا حينا جميلة وحينا غادرا. وتظن بأن الله سبحانه وتعالى ابتلاك، وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الابتلاء نجاك من شيء عظيم جدا، وتظن أن الأوان قد فات، وفي الحقيقة الأجمل ما هو آت. كل اللي عليك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتثق بالله سبحانه وتعالى. نحن أرزقنا كتبها ربنا لنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. والعجيب أيها الناس، هذا الغريب، أن رزق أحدنا يطلبه كما يطلبه رزقه. أنت تخرج تطلب رزقك وهو أيضا يطلبك، وحري باثنين يطلب كل واحد منه وصاحبه أن يلتقيا. فلا تتوقف عن السعي مهما حدث. جاهد واسع لهدفك في الحياة بكل جدية، حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة، ولا تبالي للنتيجة. أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير. وطالما أنك تسعى وتحاول الوصول فتصل، وسيكرمك الله ويفتح لك كل الطرق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم امين يا رب. علمنا يا رب، علمنا يا رب، علمنا. بداية انا سيد ولسوف يعطيك ربك فترضى. لن يعطيك فقط، ولكن سيعطيك حتى ترضى. فلا تحزن ولا تيأس مهما كانت الخسائر في عمرك، مهما فاتتك أشياء تحبها، مهما طال انتظار الأمان، مهما كانت ظروفك صعبة. لا يهتز إيمانك بخالقك، فما يقضي هو الخير لك، وسيعطيك أكثر مما تتخيل. ولا
صدقني مع كثرة المحاولات الله سبحانه وتعالى عادل، والله سيعطيك على قدر جهدك، والله إذا رآك قد بذلت الأسباب والله سيعطيك. الاختلاء بالنفس والانشغال بأمرها بعيدا عن الناس. شلون؟ أن يكون جل وقتك لك لا لغيرك، أن تنشغل فيما هو لك لا لغيرك، أن تكون كل الطاقات التي تمتلكها لك ليست للناس. فقان على وزن فعلان، يبقى المصدر ده بيدل على الاضطراب، يدل على الاضطراب، والاضطراب يعني التحرك، التحرك بقلق. تمام؟ طيب جميل. طيب لو جالي الفعل على وزن ايه؟ فعل. فعل اللي هي ازاي؟ اي زي بالظبط لما اقول عمى وعرج وحول. أكثر شيء تعلمته من هذه الحياة واستفدت منه أن لا شيء يبقى كما هو. هذا الشيء اللي تعلمته من الحياة، كل شيء حولك ممكن يتغير. عشان كذا استمتع باللحظة بوقتها، لأنه ما ردك بتحطها بكتاب الذكريات وبتقول ليتني استمتعت بوقتها. الأماكن تتغير، الأشخاص يتغيرون، وأقرب الناس لك ممكن يتغير. إذا في شخص لا زال نفس ما هو، ما غيرته المواقف ولا غيرته الحياة، حافظ عليه لأن الكل ممكن يتغير. اهلا بيكم يا دكاتره مره ثانيه، وندخل بقى سيدنا على الادب. الادب واحنا شغالين عشان ما تجيش تقول لي اصل انا بقرا العباد الشعريه ما بفهمهاش قوي وما بعرفش احل. دي حاجات في الادب بتحل ببساطه، ادام انا حافظها. انا اول ما اعدي على بعض الحاجات اقول لك دي قفزه، اول ما اجي لك دي هتختار دي، اول ما اجي لك دي هتختار دي، فانت هتسمع خلاص. سيدنا ركز معايا بالله عليك. بسم الله. اولا الادب في صوت واحدا جاهز. ويبقى احنا كده يا سيدنا اللهم لك الحمد خلصنا المراجعه بتاعتنا. ناسف على الاطاله، نلقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بس صلاة الفجر بالذات خصها الله سبحانه بسعادة ما يعرفها إلا من جربها، خاصة لتكون بعد نوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نام العبد، نام الإنسان، عقد الشيطان ربط في قافيته 3 عقد، 3 ربطات. فإذا قام العبد فذكر الله، قام، والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، قام من النوم ذكر الله، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدتان، العقدة الأولى قام وذكر الله، العقدة الثانية توضأ
قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى الصبح، صلى الفجر، انحلت جميع العقد، ثم أصبح نشيطا طيب النفس. الفجر قام من النوم، ذكر الله، توضأ، صلى، صار في سعادة مو طبيعية. ريح تفكيرك، ريح بالك، ريح قلبك، ريح نفسك، ريح أهلك، ريح المجتمع، ريح ضميرك شوي. رفعت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتبت عند الله. انتهى الموضوع. هد على نفسك. لو اجتمع إنس الأرض وجنهم على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمع إنس الأرض وجنهم على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبالتوفيق وقبل ما انسى تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو تعملوا ريتش. نبدا الفيديو. يلا تاني سنه بقى دلوقتي ناخد مع بعض نراجع مع بعض ريفيجن على فوكاب يونت 3 وفوكاب يونت 4. فوكاب تاني سنه معروف منهج جديد ناخد فوكاب من المستوى العيار الخطير. This movie is worse, is much worse. أسوأ بكتير. بس كده يا شباب خلصنا حل أسئلة البلاي رايت والتشوز وقلنا كل التريكات وقلنا كل الأفكار ورجعنا على كل حاجة وحلينا على الفوكاب وشرحنا وقعدنا نزلنا فيها كل حاجة أنت محتاجها عشان تذاكر وتستعد لشهر نوفمبر. بالتوفيق لكم كلكم. ذاكروا كويس، راجعوا الكلمات كويس التنزلي، الكلمات عندكم مش سهلة للأسف، محتاجة منك مجهود شوية ولكن احنا جمعنا لك كل الكلمات المهمة بتاعت شهر نوفمبر. أتمنى تكونوا استفدتوا من المراجعة دي، نصت أعطال في التصوير وصورنا تاني.
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. احيانا لازم تفهم ان مفيش حاجه بتوصلك للنقطه الاعلى في حياتك غير ان انت لازم تعدي بدرجات من المعاناه. بمعنى ان انت دايما لما بتبص على نجاح حد انت بتبص على النجاح اللي بيلمع قدامك، بتبص على القصه اللي بتبرق قدامك، بتبص على القصه اللي انت كل شويه تشوفها تقول والله لا انا نفسي ابقى زي ده، انا نفسي يبقى جسمي عامل زي مش عارف مين، انا نفسي ابقى عندي فلوس زي فلان، انا نفسي ابقى مشهور زي علان. انت بتقعد تبص على النقطه الايجابيه وفي نفس الوقت بتنسى النقط السلبيه اللي عدت قدامك اساسا. ابرز النقط السلبيه دي هو ان في كتير من العقبات والمشاكل والايام المكرره اللي الشخص ده بيعدي عليها اللي انت ما بتاخدش بالك منها اساسا. الوقت اللي انت قاعد فيه ده دلوقتي في واحد تاني قاعد عمال بيذاكر المنهج وبيفرمه علشان يوصل لاعلى درجه في الامتحان يعرف يجيبها. انت يا ابني قدامك كام اسبوع وهتخش تمتحن امتحانات اخر السنه، فيبقى حرام عليك لما تبقى قاعد ما بتعملش اي حاجه في الدنيا وبتضيع وقتك وعمال بتسكرول على الفيس والانستا وسايب المنهج. ما هو يا جدعان مش طبيعي وبعد كده ترجع تقول لي ان انت جايب درجات وحشه ودرجات زي الزفت. ما هو اكيد من اللي بتعمله. انت شغلتك دلوقتي طالب، يعني مش وراك حاجه في الدنيا كلها غير ان انت تقعد تذاكر. وتاكد يا ابني 100% ان اللي انت بتتعبه دلوقتي واللي انت بتشقى فيه دلوقتي في المذاكره والصحيان بدري والسهر متاخر والاكل اللي مش مظبوط والقصه دي كلها، والله العظيم نتيجته موجوده وحتما ولا بد هتلاقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. المربع وهي الحمد لله انتهى المنهج بتاع الشهر دوت، فالمحاضره دي مغطيه منهج الشهر ده البسيط. موفقين باذن الله ونلتقي في مراجعه الشهر الجاي باذن الله. نسالكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني لو حد صغير يبقى حد صغير، طب لو حد كبير يبقى غير حد كبير، واحد بيخطط تطلع كده البندقيه بتفتح كده، فانا بختار علشان اقلل قوه رد الفعل، يبقى الاجابه ببساطه بحطها هنا يروح يتكتب علشان اقلل قوه رد الفعل الناتجه عن يبقى الكمبيوتر. تعالوا ناخد ده في يقول لك قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى كام؟ 2 4 يعني كده هنبقى حاطين فيه 10 و2 12. اهدى شوية، انت مش متأخر وانت مش سابق وانت مش في حتة غير اللي ربنا حطك فيها وانت مش هتعمل في الوقت غير اللي ربنا أراده. استهدى بالله، كل حاجة بتيجي وكل شيء عند الله بقدر، وانت مش مطالب بان انت تقعد تعمل السبرنتات اللي المجتمع الحديث النهاردة والخطاب الحديث النهاردة بيزوقك انك تعملها. توكل على الله ولا تهتم، اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندنا ثقة بالله تبارك وتعالى، وإلا كيف نكون مؤمنين؟ هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وأنه يعني لا يتغير شيء. والله الذي لا إله إلا لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك.